يخرب بيتك يا مانشيني على هذا التصريح. نفسي أعرف ردة فعل مدرب المنتخب الكوري على هذا التصريح. مانشيني طلع وحكى اليوم كان في نتائج غريبة حصلت في بطولة كأس آسيا، وأنا شخصيا ضحكت على ضحكة كلينسمان مدرب المنتخب الكوري بعد الهدف اللي تلقاه بمرماه، وحكى إذا أنا منتخب بدي أنافس على هي البطولة لازم ما أخف من أي منتخب آخر. والله أعلن الحرب مانشيني، أعلن الحرب. أنا متفهم نقد بعض الجمهور السعودي على أداء سالم الدوسري بسبب أدائه مع المنتخب، وإنه كيف بلقطة وبركلة جزاء حاسمة بقرر يعطيها لرديف وبيضيعها، ولكن أقسم بالله تصريحه بعد المباراة تصريح لاعب وقائد عظيم. حكى احنا جينا لهي المواجهة وما بنخشى أي منتخب وهدفنا تحقيق البطولة. وغريب يا جماعة ما شاء الله بكل مباراة عم يثبت إنه هو أخطر عنصر هجومي في المنتخب السعودي، جودة وإمكانيات عالية. حرام حرام مانشيني ما يوجد توليفة وتشكيلة يكون غريب أساسي فيها. أنا متفهم كوريا صعبين والمنتخب السعودي غير جاهز بنسبة 100% فنيا مع مانشيني، ولكن لازم نعرف إنه السعودية عقدة بالنسبة لكوريا في كأس آسيا، بتاريخهم ما فازوا على السعودية. لا ننسى إنه المنتخب الكوري كان خائف وجبان وتهرب من مواجهة المنتخب الياباني، وهذا الشيء لازم يكون دافع للمنتخب السعودي. وأخيرا هارد لك للمنتخب العماني، خروجهم كان جدا بيقهر من دور المجموعات.